انا كل ده ما كانش في خطتي، بس انا قررت ابدا. بص يا معلم بما اني قاعد ودي الزاويه اللي انا بكلمك منها، اعرف ان انا هرغي. فشوف بقى، هات لك كوبايه شاي ولا اعمل اي حاجه عشان انا هتكلم دلوقتي. سيبنا اتكلم. اول حاجه ازيك؟ عشان كذا حد قال لي يا باشمهندس احنا بنحب نسمعها منك، ودي بتحسسنا بطاقه وامل وتفاؤل وكلام من كده. فازيك يا عم؟ انا ايه اللي خلاني بقى اشرح للناس اصلا، او ايه اللي خلاني اطلع اعمل تيك توك كده، ولا اعمل فيسبوك، ولا اعمل يوتيوب، ولا اعمل الكورس بتاع الهيلب ديسك ده؟ اساسا اعمله ليه اساسا؟ تلات ارباع الناس ان ما كانش كلنا اقسم بالله ما فاهمين اي حاجه في اي حاجه. عشان نبقى فاهمين، كل واحد فينا بلا استثناء بدأ مع نفسه بداية متواضعة، وحاول وفكر مع نفسه وخد كورسات مع نفسه وغلط واتضحك عليه ورجع تاني عشان اتعلم حاجات من الصح، وبعد كده راح كمل تاني وقام راجع تاني، وهكذا. في ناس مننا كتير قوي بالذات اللي شغالين، وانا عارف انا بتكلم في ايه دلوقتي، وفي ناس هتوافقني في الكومنتات. انت اشتغلت وربنا كرمك، ده توفيق وجبر من عند ربنا. انما انت شغال اي تي، اقسم بالله انت لحد دلوقتي فاهم حاجه. صح. انت ممكن تكون واخد سي ان ايه، ولا واخد سي ان بي، ولا وربنا كرمك واشتغلت، بس في مشاكل انت بتواجهها انت بتتعلمها في الشغل، صح ولا لا؟ وبالذات مشاكل الكمبيوتر، ازاي تشيل رامه، ازاي تحط رامه، ازاي تنظف الرامات بالاقاي، ازاي تعالج مشكله السي بي يو بطيء، ازاي تشيل الستارت اب بروجرامز والحاجات دي كلها، وازاي تعمل يوزر مانجمنت، وازاي تعمل بوليسيز والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها انت ممكن تكون اشتغلت خلاص وانت في الشركه وما تعرفش عنها حاجه، بس الحمد لله يا عم ربنا كرمك واداك التوفيق واداك الساعه ان انت تشتغل ويبقى ليك اكل عيش في الشغلانه دي كلها. فانا بتكلم مع الناس، او انا عايز اطلع اعمل الفيديوهات دي كلها عشان افهم اللي مش عارف اي حاجه في اي حاجه. اقول له يا عم الحاج، انا زي اخوك كبير او زي صاحبك، عايز تسمع مني، انا ربنا هيجازيني خير على الكلام ده، وهاخد من وراك حسنات وصدقات، ومش عايز منك حاجه غير كده والله. مش عايز تسمع، ربنا يصلح حالك يا عم، بس يمكن افتح في دماغك حاجه صغيره. البني ادم عشان يطلع ويروح للدور الخامس لازم يطلع الدور الاول، بعد كده يطلع الدور الثاني، وبعد كده يطلع الدور الثالث. فده اللي انا بحاول اساعدك فيه. انا بحاول اقول لك ببساطه يا عم الحاج، انت عايز تتعلم وتبدا في الاي تي، صح؟ لازم تكون فاهم اساسيات الكمبيوتر، لازم تبقى عارف يعني ايه هارد ويعني ايه اس اس دي، لازم تبقى عارف الفرق بين الفيجا والاتش دي ام اي والديسبلاي بورد، لازم تبقى عارف يعني ايه سي بي يو، والفرق بين الاجيال بتاعت السي بي يو، والفرق بين المعالجات نفسها، الاي 5 ولا اي 7 ولا اي 9 ولا اي 3، ايه الفرق بينهم اصلا، وايه الفرق بين شركه انتل وشركه اي ام دي. اساسا احنا تلات ارباعنا بيقعد يبربط بالكلام وخلاص. مشكلتنا ان احنا بنسمع الكلام من واحد كده ما شاء الله شكله كبير وعنده دقن، او حاجات او اعلانات كتيره، او ناس كتير قوي بتتكلم في نفس الكلمه وبنبربط وراهم وخلاص. هات الاي 7 ده جامد جدا، هات الاي 5 ده فشيخ، ده مفيش منه اتنين. طب انت عارف اصلا الفرق بينهم ايه؟ طب بلاش الجيل الخامس ولا الجيل التاسع ولا الجيل العاشر؟ ها بص، انت لوحدك قلت الجيل العاشر، طبعا اكيد احسن. ليه؟ انت كلامك صح، بس ليه؟ عارف يعني ايه معماريه؟ عارف يعني ايه نانومتر؟ عارف يعني ايه ثريدز والهايبر ثريدنج؟ عارف يعني ايه الاوفر كلوكينج؟ عارف يعني ايه التربو بوست؟ مش عارف، فانت بتتكلم وبتبرطم وراهم كده وخلاص. لازم تبقى فاهم اساس الكمبيوتر، عشان 90% من شغلك كهيلب ديسك او كتكنيكال سبورت هيبقى في ده. اقسم بالله انت نادرا لو قعدت كده على جهاز كمبيوتر او على لابتوب وفاكر نفسك بقى انا هاكر وقاعد بقى كده ورايق، والبت تجيلي تجيب لي الفطار، والواد يجيلي يعمل لي، مفيش الكلام ده على السكه. احنا لسه بنبدا، فلازم انت اللي تحفر بنفسك، وانت اللي تجرب مع نفسك، وانت اللي تشوف نفسك. انا لازم اتعلم واخد خبره باكبر قدر ممكن. انا لو قعدت في شركه شهر، او قعدت في شركه 6 شهور، او قعدت في شركه سنه او سنتين، لازم انا اللي اكون كسبان. وحط في دماغك برضو العقليه دي، انت بتشتغلش ليهم، انت بتشتغل ليك. يعني ايه؟ يعني لو في مشكله في الشركه وهي جايه معايا سكه انا عايز اتعلمها، يبقى انا بحفر ليا عشان انا هتعلم حاجه، مش عشان الشركه. كده كده رحت او جيت هيجيبوا غيرك عادي جدا، وانا وانت عارفين دي سنه الحياه. احنا في الاول وفي الاخر هتشتغل، ربنا هيكرمك مهندس ولا ايا موظف ولا مهندس، انا مش عارف انتوا بتسموه ايه، يعني ايا كان، يعني هتشتغل قعدت 10 20 100 سنه عادي، ربنا هيكرمك وهتموت. ان شاء الله، يعني كلنا نموت في الخير ان شاء الله، نخش الجنه ويجيبوا حد غيرك وعادي جدا، انت اتنسيت. بس ايه بقى اللي هيفرق معاك انت؟ هو انت قيمتك. وانت قيمتك جايه من كلمتين، من اخلاقك وعلمك. اخلاقك دي متاكد منها كده كده الحمد لله، مفيش حد بيتفرج عليا الا هو محترم، ودي متاكد منها جدا. خلصنا من الاخلاق، فاضل ايه؟ العلم ده اجيبه منين؟ اجيبه منين؟ اجيبه من نفسي. اتعلم مع نفسي وادحر مع نفسي، ولو في مشكله احاول الف وراها وما نمشي، وافكر واكلم واروح واجي عشان اتعلمها لنفسي، عشان بعد كده لو جات لي تاني يبقى عندي ايدج، عندي كده نقطه مميزه فارقه عن اي حد تاني. ودي بتفرق معاك في الانترفيو، هتلاقي 2 3 4 5 يا عم واخدين الكورس بتاعي بتاع الهيلب ديسك، وبص معمولين بالسنتريك زي ما الشركات محتاجين بالظبط يا اسطى، زي ما الشركات محتاجه.
محتاجه حد عنده ده وده وده. والحمد لله انا مظبطها بالظبط ان كل الناس تبقى خارجه بالظبط زي ما السوق محتاج. بس برضه هرجع اقول لك ايه الفرق، هتلاقي الفرق فيك انت. والله انا راجل عندي ترابل شوتنج، عندي عقليه ترابل شوتنج احسن، انا راجل عندي خبره اكتر، انا راجل جربت وفتحت وركبت وشلت وحط بايديا احسن، انا راجل شخصيا يا عم عندي سوفت سكيلز احسن، عندي ليدرشيب احسن، بعرف امانج دماغي احسن، بعرف افكر بتفكير نقدي وبتفكير سيستماتيك احسن، وهكذا. هو ده الفرق اللي بيفرق بينك. بس اهم حاجه ما تنساش العلم طبعا، لازم يكون عندك العلم، ولازم تكون عارف اساسيات الكمبيوتر واساسيات الشبكات واساسيات السايبر سيكيورتي واغلب المشاكل اللي بتتحل والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها في الكورس وبناخدها في الكورس مع بعض. بجانب ده لازم برضو يكون عندك الايدج بتاعك، ومش لازم يكون حاجه تكنيكال، ممكن تكون حاجه في شخصيتك، بس لازم تبقى عارف نفسك. اقعد يا عم مع نفسك وافهم هو انا جامد في ايه، هو انا احسن من الناس دي كلها في ايه. وده مش غرور، بس لازم بجد تبقى عارف قيمتك فين، تبقى عارف ميزتك فين، عشان ما حدش يلعب معاك بالكلام ولا حد يقل منك. انت كده كده جامد، بس الفرق بينك وبين اللي حواليك ايه؟ ان انت عارف ان انت الفرق بينك وبين اللي حواليك ايه؟ ان في الغالب اللي اجمد منك عارف ان هو اجمد منك في حاجه معينه، عشان كده دايما متميز بيها. اما انت عشان لسه مش عارف فمحدش هيقول لك، لازم انت اللي تعرف بنفسك. فانا قررت اشرح للناس او قررت اتكلم مع الناس عشان اللقطه دي. انا يا ابني لو الفيديو ده نور لك حاجه في دماغك قد كده، انا الحمد لله هعرف انام النهارده مرتاح، وهعرف اخد حسنات جاريه، ولو مت ولا حصل لي حاجه الحمد لله جت من عند ربنا، والحمد لله انا كده قدمت رسالتي. طالما انا فتحت في دماغك حاجه، طالما انا ساعدتك على ده، طالما انا سهلت لك ده، طالما انا يا عم انا وانت ماشيين في نفس الطريق، وانا وانت مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه، بس على الاقل يبقى في ونس، فاهمني؟ بس اتمنى من الله ان بعد الرد كتير كل اللي انا قلته ده تفهم منه حاجه، واتمنى ان بجد انا مش مهتم باي حاجه غير مصلحتك. والله انا ما اعرفكش، ما شفتكش قبل كده، وانت عارف، بس يعلم ربنا انا بعزك قد ايه. انا اي حد بيخش المجال ده بالذات في البدايه انا حاسس بيه، انا اقسم بالله ما حد علمني حاجه، ما حد علمني حاجه، انا كل حاجه كنت بتعلمها مع نفسي، وكنت بتقرص قرصه الكلاب بقى. كنت مع نفسي كده الاقي السيرفر بايظ ولا الكمبيوتر مش شغال ولا قريبي ولا صاحبي ولا ايا كان قال انا عايز احل مشكله كذا في الكمبيوتر، وانا مفيش مهندس بيغلب على السكه، فانا لازم احل. فما كنتش بنام ولا كنت بفكر ولا كان عندي حد اساله، وفيديوهات اليوتيوب بالهبل بس كلها داخله في بعض والدنيا متدشمله، مفيش يعني طريقه منظمه الواحد يفهمها او يشتغل بيها عشان يبقى عارف الموضوع بدا ازاي ورايح فين وجاي منين وايه المستقبل ورا في حله ازاي وهكذا. عشان كده عملت الدبلومه دي كلها عشان اساعدك في ده، مش بماركت لك يا عم ربنا يكرمك خدها مع حد غيري، بس بفهمك فكره ان احيانا بتلاقي حواليك ناس بتبقى عايزه تساعدك وهو ما يعرفكش، فعلى الاقل يا عم ادعي له، على الاقل اشكره، على الاقل اعمل معاه اي حاجه. بس انا خلصت مش محتاج اي حاجه انا عايزك تكتب لي في الكومنتات لو في اي حاجه محتاجين نتكلم فيها مع بعض في الفيديوهات اللي جايه، تعالى نتكلم مع بعض. يا ريت، انا نفسي اعمل صحاب الصراحه، ونفسي اعرفك، ونفسي ننزل نتكلم، ونفسي اعمل كده زي ورك شوب صغيره كده او حاجه معرفش ايه هي، بس نتكلم فيها راجل لراجل عايز اشوفك يا عم الله. بس لحد هنا وكفايه، اشوفك على خير، متنساش تصلي على النبي. السلام عليكم.